بالنسبة لكثير من الناس هذا أقذر هدف في تاريخ كأس العالم، لكن بالنسبة لغيرهم هو الأسطوري الأكثر في تاريخ البطولة. في الدقيقة 51 من مباراة ربع النهائي المشحونة بين الأرجنتين وإنجلترا، دخل دييغو مارادونا منطقة الجزاء، ولما نزلت الكرة قدامه خرج الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون عشان يبعدها. مارادونا كان أقصر منه وموقعه أسوأ، ومن المفترض أنه ما عنده أي فرصة يفوز بالكرة، لكن في آخر لحظة رفع يده اليسرى بهدوء ولمس الكرة قبل الحارس وأرسلها إلى داخل الشباك. اللاعبون الإنجليز فهموا اللي صار مباشرة وركضوا للحكم يحتجون، لأنهم كانوا متأكدين أن الهدف غير قانوني. أما مارادونا فاحتفلوا كأن ما صار شيء، وزملائه كملوا التمثيلية. الحكم ما شاف شيء وما احتسب أي مخالفة، وحتى الحكم المساعد ما أشار لأي شيء، وبكذا احتسب الهدف. لكن اللي صار بعدها ب4 دقائق كان أكثر جنونا، هالمرة بدون أي غش. مارادونا استلم الكرة من منتصف الملعب وراوغ تقريبا الفريق الإنجليزي كامل، وتجاوز الحارس وسجل الهدف اللي كثير يعتبرونه هدف القرن. انتهت المباراة بفوز الأرجنتين 2-1، وبعدها واصل المنتخب مشواره حتى توج بكأس العالم 1986.